الأهلي يجهز 100,000 دولار لإرسالها لاتحاد الكرة لاستخدام حكام أجانب لمباراتي الفريق أمام الزمالك وبيراميدز في الدوري. المحكمة الرياضية الدولية تقضي بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري الموسم الماضي ورفض طعن المنافس. الكابتن محمود الخطيب يؤكد للاعبي الأهلي استياءه وغضبه الشديد من افتقاد الفريق الروح والشخصية في الفترة الأخيرة بعد حضوره تدريبات الأمس، ويؤكد لهم أيضا أن الحالة التي أصبح عليها الفريق مؤخرا إذا استمرت فلن يحقق الفريق أي شيء، والجميع مطالب بالوقوف مع نفسه وعدم التقصير في حق النادي في هذه الفترة الحساسة من الموسم. أشرف داري يجتاز الكشف الطبي في نادي كالمار، والنادي يعلن ضم أشرف داري رسميا على سبيل الإعارة، والنادي الأهلي سيشارك بأكثر من نصف راتب اللاعب في هذه الإعارة. أهلي طرابلس الليبي يشيد بإنجاز الكابتن حسام البدري بعدما قاد الفريق في 42 مباراة متتالية في الدوري الليبي بدون هزيمة ليكسر الرقم القياسي، بعدما رفض الأهلي التعاقد معه بسبب عمله كمطرب المهاجم الفلسطيني الكولومبي بابلو صباغ يتألق مع أهلي طرابلس الليبي في مباراته الأولى ويسجل هدف رغم مشاركته في دقائق معدودة بديلا. الشؤون القانونية بالنادي الأهلي تدرس رفع قضايا تعويض ضد بيراميدز بعد حكم المحكمة الرياضية الدولية بأحقية النادي الأهلي بلقب الدوري، والأهلي ربما يطالب بتعويض قيمته 5 مليار جنيه إذا ما تقرر رفع هذه الدعوة. بيراميدز اعترضنا على أحد المحكمين بالقضية لارتباطه بالعمل في مكتب المحامي الدولي بالنادي الأهلي والذي يتولى القضية، ولن نلجأ لأي درجات تقاضي أخرى. الاتصالات الشفهية التي تمت بين اتحاد الكرة والجانب القطري تم التأكيد فيها أن قطر لن تستضيف الدورة الودية والتي بها معسكر شهر مارس الحالي والذي سيلعب فيه المنتخب المصري أمام السعودية وأسبانيا. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، وجاهزية عمرو الجزار طبيا وبدنيا لمباراة المقاولون العرب المقبلة. محمد صلاح ينهي صيامه التهديف ويسجل أول أهدافه بعد 9 مباريات في الدوري الإنجليزي. الكابتن محمود الخطيب أخطر وليد صلاح الدين مدير الكرة ولجنة التخطيط بتأجيل مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير، والخطيب يرى أن هناك أولويات من بينها إتمام المفاوضات مع حسين الشحات وأحمد نبيل كوك، خاصة أن الثنائي ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري. ورئيس الأهلي يرى أن من غير المنطقي التفاوض مع لاعبين ينتهي تعاقدهم بعد موسم ونصف قبل الانتهاء من ملف اللاعبين الذي سينتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري. النادي الأهلي سيتحمل أكثر من نصف راتب أشرف داري من أجل تسهيل انتقاله إلى النادي السويدي، كما تم وضع بند حقية شراء اللاعب بنهاية الإعارة. احتمال أن تستضيف مصر البطولة الودية استعدادا لكأس العالم، لكن لم تتم مشاركة منتخب أسبانيا في البطولة الودية لأن منتخب أسبانيا هياخد 2 مليون دولار مقابل المشاركة في الدورة بخلاف الانتقالات والإقامة، وجاري البحث عن بديل للمشاركة في هذه البطولة بدلا من منتخب أسبانيا. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.